يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. حبايبي بجد، على كل التعليقات وكل الكلام الحلو وكل الدعوات وكل حاجة حلوة بتقولوها، حقيقي شكرا من كل قلبي، ولكم بالمثل يا رب يا رب. بصوا بقى، النهاردة الروتين جامد جدا وحماسي جدا جدا. اول حاجة بفضي التلاجة دي كلها. الحمد لله المنظمات دي انا عاملاها من زمان، ومتبعة الحاجات دي يعني من فترة. مش هضحك عليكم واقولكم ان لا دلوقتي عشان الفيديو والجو ده. المهم بعمل ايه؟ كل فترة بنضف، بشيل المنظمات دي، بتبقى اسهل جدا في مسح التلاجة وتنظيفها. بتشيلي المنظم لو حاجة واقعة فيه بتنضفيه وبتنضفي الحاجات، الدنيا بتبقى ملمومة تمام. فبفضي المنظمات دلوقتي، اشوف اي حاجة واقعة هنا ولا هنا، وهمسح التلاجة كويس قوي بالكلوريكس ده، علشان طبعا بيطهر وبيعقم، ده غير التنظيف. فوانا بنضفها كده افتكرت ان انا ما قلتلكوش هنا على اليوتيوب على طريقة حفظ الخضار، فقلت اوريها لكم. علبة الطماطم دي كانت محفوظة عندي بالشكل ده بقالها اسبوع، وبصوا اللهم بارك، الطماطم زي ما هي كأنها لسه جاية ما شاء الله. من ايه هي دي؟ فزلكة مني او ان هي احسن طماطم؟ لا طبعا، ده طريقة حفظ الاكل، هي دي اللي عاملة فيها كده، هي والفلفل والخيار وكل الحاجات. بعمل ايه؟ بجيب علب محكمة الغلق كويس، بغسلها كويس وبنشفها، ضروري تبقى ناشفة، وبفرش فيها مناديل وبحط فيها الخضار. الخضار ما تغسليهوش، يبقى جاي عند الراجل زي ما هو. بعد كام يوم كده بصي على المناديل، بالذات الخيار، بصوا هتلاقيها مبلولة قوي، لان الخيار بينزل مية كتير، والخضار كله عامة كده، بس الخيار اكتر حاجة. فالمية دي هي اللي بتبوظه، هي اللي بتبوظ الخضار. فلما بنكون حاطينه في علب وفيها مناديل، المناديل بتمتص المية فبتظبط الدنيا وبيفضل عندك فريش. اما بقى الجزر بتبشريه كده بالمبشرة وبتحطيه في علبة فيها مية، بيفضل مقرمش لاخر حاجة. الدرج اللي عدى ده، دي حاجات مش رمضان. عندي من رمضان اللي فات، ماما وبابا مقتنعين ان لا لازم يجيبولي الحاجات بتاعة اليميش. طب احنا ما بنحبهاش ما بناكلهاش، لا برضو لازم يجيبوها، فربنا يبارك فيهم ويديهم الصحة يا رب، ويخليلكم كل اهلكم يا رب، اللهم امين. درج التلاجة بقى اللي تحت ده واقع فيه عسل اسود من ورا كده، فشيله بالنسبة لي بيبقى صعب قوي. شيلته ونضفت برضو وراه بالكلوريكس، وغيرت المناديل اهي للخيار، علشان ايه؟ يفضل برضو لاخر واحدة حلو وتمام والدنيا كويسة. بس كده، وبشيلهم في التلاجة، وبحط بقى في الدرج من تحت المنظمات اللي انتوا شايفينها الموف اللي فوق دي، بحط بقى فيها البتنجان والكوسة والكلام ده كله، برضو بفرش فيهم مناديل من تحت، بيفضلوا برضو زي الفل. هنا بقى ايه؟ هنا بقى وانا بتكلم معاكم وبعمل لكم الفيديوهات دي وفيديو المشتريات والكلام ده كله، قلت لكم انا خايفه من الدنت اللي اديتها لاسيا في الفيديو اللي فات. اديت لها دنت، وانا بكلمكم برشيها يعني، وايه قلت لكم ده انا خايفه يا ربنا يستر من الدنت اللي هتعملوا بيه. عملت ايه بقى؟ خدت المعالق الخشب دي كلها من جنبي وانا مش واخده بالي، وكوبايتها والازازه وترابيزه الانتريه، هنزل لكم الصوره، ودعكت بيهم الدنت كلهم، متخيلين؟ فخدتهم بقى هنا غسلتهم، وغسلت بغسل بقى المنظمات بتاعة التلاجة كلها، اي حاجة واقع فيها اي حاجة عشان ما تعملش ريحة، علشان ما تبقاش في حاجة بتلزق، تبقى الدنيا انتي محافظة ان الدنيا كل يوم كده، يعني ايه، على طول حاجات نضيفة في التلاجة تفتح النفس كده، على طول عارفة ايه اللي عندك وايه اللي مش عندك، علشان لو حاجة ناقصة تجيبيها، حاجة زايدة او موجودة خلاص تبقي عارفة ان هي موجودة، فاهمين؟ دايما كده ايه، تبقى الدنيا ريحة نظافة كده، وفي نفس الوقت عارفة ايه عندك ومرتبة الدنيا. المهم بقى فقرة المواعين دي خلصتها خلاص كده. قولولي الأول بس كده، اكتبولي في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا بتستخدموها في تنظيف التلاجة علشان الروايح. انا بحط فانيليا، حقيقي طلعت تحفة قوي. هما كانوا بيقولوا الأول الفحم وحتة فحمة وكده، وبرضه أنا حطاها، بس بصراحة ما بحسش ان هو بيسحب روايح ولا اي حاجة، بس بحس ان احنا لما بنفتح كيس فانيليا كده وبنرشرشه، بتبقى ريحته حلوة قوي وما بيعملش ريحة. المهم ضروري بعد ما بنغسل المنظمات بغسل البطرمانات، سواء عسل مربى الكلام ده، بغسله من تحت زي ما شفتوا كده، علشان يبقى كل حاجة، يعني البطرمان من تحت نضيف والمنظم نضيف، فما يبقاش فيه حاجة بتلزق او كده. خلصت بقى الجولة دي كده كلها، وبعدين رحنا بقى ان احنا ايه،
نظبط الحاجات المشتريات نحطها في المنظمات. عاملة واحد منظم للبطرمانات كلها بقى بتاعة العسل والمربى وكده، وواحد تاني للجبن، وواحد تالت للبيض. وضروري بقى المنظم ده بيبقى في كل البيوت، اي حد عنده اطفال عنده المنظم ده او الدرج ده او الضلفة دي الادوية المفروض ان احنا كل فترة نشيك عليها. الحاجات اللي خلاص عدى عليها وقت او كده ضروري نرميها، ما نحتفظش بيها كتير. مثلا علب الادوية اللي هي اي دواء مفتوح بعد 15 يوم بيترمي. القطرة كذلك. الحاجات اللي عدت دي كلها فيتامينات كانت لآسيا وأدوية وبخاخة كانت لتوتو حبيبتي. فما تاخدوش اي حاجة من اللي ظهرت في الفيديو دي غير حاجة الدكتور يكون مصرح ليكوا بيها. انا بس بقول لكم ان ضروري تشيكوا على الأدوية لان دي حاجة مهمة جدا. بعد كده بعمل الحركة دي، فقلت اشاركها معاكم برضو ان شاء الله تفيدكم وتحبوها. لما بجيب قالب الزبدة بحطه في التلاجة يسقع عشان يبقى ماسك نفسه، وبعد كده بجيب العلبة الكبيرة دي اللي على قده مثلا، او انتوا حطوا في اي علبة يعني تناسبكم، وبقطعه كده بالسكينة مكعبات بحيث كل طبخة اخد مكعب على قد الطبخة. حابة ازود والطبخة اكبر عادي هاخد مكعبين تلاتة، خلاص بقى بيبقى براحتك. عايزة مكعب اتنين تلاتة اربعة ان شاء الله العلبة كلها براحتك. لكن مكعب واحد بيبقى كفيل يعني ان انتي تعملي بيه. فالفكرة دي بتوفر عندي اولا وقت ان انا مش كل ما اجي اطبخ افضل اطلع القالب واقطع منه ومش عارف ايه، وثانيا ان بتحافظ على عمره اطول، بيفضل لاخر نقطة زي الفل ومعايا تمام، فبيقعد وقت اطول. والحتة اللي باقية خلاص بلفها وبشيلها. حاجة كمان بتساعد معايا بقى ايه جامدة جدا، توفير ونظافة وراحة باقي الشهر وكل حاجة، وهي الفراخ واللي بعمله فيها. نضفتها معاكم كويس قوي الفيديو اللي قبل اللي فات. وبعد كده سبت الفراخ بتتنقع في دقيق وليمون وملح وسكر، كل الخلطة دي بتخلي مفيهاش اي ريحة. وبعد كده باخد الصدور. انا عندي اسيا ومصطفى بياكلوا الوراك وانا باكل مش باكل فراخ خالص، فبعمل صدور بانيه بقى او شاورما او كده وبياكلوا معايا فيها يعني ساعات. فبعمل ايه هو اللي بيخليها الصراحة، مصطفى مش بعرف اخليها الصدور. وبعد كده باخد بقى كل صدر بعمله بانيه. عايزة بقى اعمل كوردن بلو بيتخنهولي شوية، عايزة اعمله بانيه بيبقى رفيع. وباخد الحتت اللي هي بصوا زي اللي هو طلعها دي فطلعت رفيعة، مش هتنفع بانيه ومش هتنفع كوردن بلو، فدي بخليها للشاورمات بقى بقطعها كده وبخليها برضو تبقى شاورما وكده. الحركة دي هتوفر معاكي فلوس بدل ما تجيبي بانيه لوحده وده لوحده وده لوحده، وهتعملك اكلات مختلفة طول الشهر ما تبقيش زهقانة ان انتي بتعملي نفس الحاجة. بصوا هنا كنت بقوله ان الشريحة عريضة، رفعها لي اكتر عشان هعملها بانيه وكده، وبعدين قال لي لا مش هينفع ده اخر حاجة اقدر اعملها انا مش بتاع فراخ. بس وبقطع بقى هو الحتت اللي هي بتطلع رفيعة دي. طبعا انا مش بوريكوا كميات، انا بوريكوا الفكرة، انتوا بقى اعملوا بالكمية اللي انتوا ايه تقدروا عليها. انا بكمل المتقطعين اللي هما اللي على اليمين دول، وبعد كده بحطهم في اكياس. البانيه لوحده، الوراك كنت حطاها قبلها اهو. بصوا الراجل كمان باعت لي كيس الكبد والقوانص، فكيس كبد وقوانص، كيس هنا بيبقى اكياس البانيه، هنا اكياس الشاورما او الشيش تاووك او البانيلو، وهكذا. وبقعد بقى طول الشهر اسحب الكيس اللي انا عايزاه، بحط كل مجموعة مع بعض على جنب لوحدها. وبس كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم واكون اديت لكم اي فكرة ولو بسيطة. وشكرا جدا على كل كلامكم وكل دعمكم وكل كلمة ودعوة حلوة بتقولوها تاني. بحبكم جدا واشوفكم على خير في فيديوهات جاية تانية كتير، ويلا باي باي.